لعب 3 أشهر بسبب تدخل عنيف. أوقف الاتحاد المكسيكي لكرة القدم مدافع فريق دورادوس دي سينيالو لويس رويز لمدة 3 أشهر بعد تسببه في إصابة خطيرة للاعب أطلانتي كريستيان بيرموديز، حيث تعرض لاعب خط الوسط المهاجم لفريق أطلانتي لكسر مزدوج في أسفل ساقه اليمنى بعد تدخل رويز العنيف على بيرموديز خلال مباراة الدوري المكسيكي الثاني بين الفريقين في 13 سبتمبر أيود. ويتعنى على رويز البالغ من العمر 22 عاما أيضا تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها بعد التدخل، مما يعني أنه لن يعود للعب حتى عام 2025، حيث أبلغ فريق أطلانتي اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد المكسيكي لكرة القدم عن التدخل العنيف، والتي قررت معاقبة رويز بعد مقابلة جميع الأطراف والاطلاع على التقارير الطبية الرسمية. خضع بيرموديز ذو 37 عاما لعملية جراحية لإصلاح كسر في عظام الشظية والقصبة، ولم يتم تحديد إطار زمني لعودته للعب. عامل بناء وسائق أجرة لاعبون تحولت حياتهم من الثراء إلى الاستجداد. منحت كرة القدم الشهرة والمجد والثروة للكثير من النجوم لا سيما في عصر الاحتراف، لكنها تركت في المقابل لاعبين آخرين في أوضاع مزرية يكافحون لتوفير قوت يومهم. كشف ستيف ماكلارين المساعد السابق للهولندي إيريك تين هانغ مدرب مانشستر يونايتد بسبب الخلاف بين هانغ وقائد النصر السعودي الحالي كريستيانو رونالدو.